حرفيا لو نزلت المحتويات ديت فانت مش بعيد جدا تدمر قناتك. لو بتفكر تبدا محتوى فري فاير قريب على اليوتيوب فالفيديو دوت هيفيدك جدا، لان النهارده جايب لك محتويات فاشله اوعى تنزل عنها، لانك لو نزلت عنها هتسبب لك في انخفاض المشاهدات. اعمل اللايك الجميل بتاعك ويلا بينا على اول محتوى. اول حاجه تبعد عنها وهي محتوى الساوندات. بمعنى ايه؟ بانك تشوف اي فيديو لتيك توكر مشهور مثلا والفيديو ده عجبك فتروح نازل تحت وتروح عامل ريميكس على الصوت، استخدام هذا الصوت يعني، بجانب ان الفيديو ممكن يفشل ما يجيبش مشاهدات، بس افترض مثلا جاب مشاهدات، الناس هتعمل لايكات وتشترك في القناه على حسب مين، على حسبك انت ولا على حسب المشهور التاني، والكلام هنا على اللي انت استخدمت الصوت بتاعه. وصدقني لو انت شهرت القناه وجيت تنزل فيديو لنفسك صدقني ما هيجي، لان مفيش اي حد عارف مين الشخص دوت، مين اللي بيتكلم ده. كلهم طبعا متعودين على الشخص التاني اللي بيتكلم اللي انت كنت بتستخدم الصوت بتاعه. فموضوع الساوندات دوت فاكس على الاخر. وتعالى بقى اقول لك على تاني محتوى. تاني محتوى معانا وهو محتوى الجلد. ايه محتوى الجلد ده اكتر فيديو بيجيب مشاهدات هو محتوى الجلد. مش بتشوف الفيديوهات بتاعت وايت والجيكس والحاجات ديت اكتر حاجه بتجيب مشاهدات اصلا. هقول لك ايوه معاك حق، بس انت بتتكلم على وايت والجيكس. ايوه ايه يعني وايت والجيكس؟ تعالى افهمك. لو دلوقتي لقيت علي عمر او الجيكس او بي ان ال او اي حد من الناس دي لقيتها منزل فيديو جلد يعني، واحد لسه فاتح قناه صفر مشترك ونزل فيديو جلد، عايزك تجاوب يا عزيزي المشاهد انت هتتفرج على انهي فيديو فيهم؟ الاجابه واضحه، كده هتتفرج على المشاهير. يعني زمان لما الناس دي ما كانتش مشاهير كانت بتنزل فيديوهات جلد ومونتاج، وكان زمان ما فيش اي حد بيعرف يعمل الكلام ده، فكان زمان بالنسبه للمشاهد حاجه جديده، حاجه اول مره يشوفها، فكان لازم يخش عليهم حتى لو مش مشهورين. عايز تعمل زيهم تقدر تعمل فيديو زي ده مثلا. لماذا ترفضينني يا كاس الذهب؟ ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ أنا الذي فعلت كل شيء، أنا الذي صنعت كل شيء، أنا الذي فزت كل شيء، أنا الكورة اللي تضحك لي، أنا الكورة اللي ضحكتها. بس زي ما انت شايف لازم تعلي الجرافيك على الاخر وتعمل الجوده حلوه، ولو تليفونك ضعيف ومش قد كده يعني فابعد عن محتوى الجلد. ويلا بينا على المحتوى التالت. تالت محتوى معانا وهو استعراض الحساب. هو مش بيكون محتوى يعني، ولكن بيكون اول فيديو في القناه مثلا. في ناس بتعمل كده يعني، هجيبها لك بالبلدي كده، انت دلوقتي ما حدش يعرفك لمؤاخذه يعني، فتنزل فيديو استعراض حسابك بتاع ايه. لو حسابك فيه هيب هوب وساكورا قلنا ماشي، انما تكون معاك 180 ولا 200 تيشيرت وتروح تعمل استعراض حساب، فاللي هو فكر في المشاهده اشوف يعني. انا هجيب لك مثال دلوقتي، استعراض الحساب بيكون عامل كده. ايوه بقى دلوقتي المشاهده هتستفاد ايه؟ يعني لو معاك ساكورا وتطلع تقول يا جانج ماشي يا جانج، انما دي الصراحه مش مقبوله. وبس كده، وده كان الجزء الاول. لو عايزين جزء تاني متنسوش تكتبولي في التعليقات، متنساش تعمل لايك وفولو، ويلا بيس.